في الفترة الأخيرة هتلاقي في فيديوهات بتتكلم كتير قوي عن ليه الاستمرارية مهمة. لا، هو بيتكلم عن الاستمرارية في العموم، يقول لك محتاج تستمر عشان توصل للهدف ده، ومحتاج تعمل ومش عارف ايه وهكذا يعني. بس هل عمرك سألت نفسك ليه الاستمرارية مهمة قوي كده؟ او ليه كل بيقعد يقول لك صدق في نفسك، انت محتاج تصدق في الحاجة اللي انت بتعملها، محتاج تستمر، محتاج وهكذا. انا بقى جاي النهارده اقول لك ليه من وجهة نظري طبعا. اشرب بس بق قهوة. مبدئيا كده، انت لما بتبدأ تسعى لأي حاجة في الحياة ايا كانت هي ايه، فانت مثلا بتبقى في الحتة دي كده وهدفك هنا، بتقعد تمشي خطوة وترجع، تطلع خطوة وترجع، تطلع خطوة وهكذا، بتطلع انت الحياة ups and downs. فانت بتطلع وتقرب من هدفك وترجع، تقرب من هدفك وترجع، تقرب من هدفك وترجع وهكذا، تفضل قاعد ماشي في دايرة كده لحد ما ايه، فجأة تلاقي هدفك ده كل ما تقرب منه يبعد، كل ما تقرب منه يبعد، كل ما تقرب منه يبعد، لحد ما فجأة وانت في نص الطريق هتلاقي هدفك اختفى. ما تسألش ليه يعني، بس هو فجأة كده تلاقي كل حاجة بتأكد لك ان انت ماشي غلط، كل حاجة بتأكد لك ان انت لازم تقف، كل حاجة بتأكد لك ان في حاجة غلط، لازم يعني في حاجة غلط حصلت وانت محتاج تصححها. مع العلم انت ماشي صح. وعشان كده ليه منبه دلوقتي؟ وعشان كده انت احنا بنقول ايه؟ وعشان كده انت محتاج ضروري جدا في الفترة ديت، لما انت هدفك بيبدأ يختفي من العدم، يختفي قصدي للعدم، ساعتها انت محتاج تستمر. والاستمرارية هي اهم حاجة، لان الناس كلها بتوقف في المكان ده. وفي ناس تانية في عند الاجانب بيسموا الحتة دي the valley of despair the valley of despair، بيسموها the valley of despair، وادي اليأس، اللي هو despair يعني، فاهم؟ بس انا بنطقها. المهم فدي اول حاجة، تمام. وفي بقى فترة هي نفس الفترة تقريبا يعني، بيجي عليك تحس ان انت مثلا كان حياتك هنا، انت كنت شايف ان حياتك دي غلط وكده، والنجاح او الحاجه اللي انت عايز توصل لها في الحته دي، وانت في وسط سعيك هتلاقي نفسك فجاه في نص الطريق، او مش في نص الطريق، انت في مكان كده في النص، ولا انت عارف تبقى فاشل ولا انت عارف تبقى ناجح، ومفيش حل. فاهم قصدي؟ يعني انت تهت في النص. يعني النجاح بالنسبه لك اللي هو كان في الاول انت هتقدر توصل ومش عارف ايه، فجاه بقى كل حاجه تقول لك ان انت ماشي غلط، وفي حاجه غلط، يعني مفيش اي نتيجه، والهدف بيبعد منك، وانت ولا عارف تبقى ناجح ولا عارف تبقى فاشل، ولا عارف تعيش حياة الشخص الفاشل وتقرب منها، ولا عارف تعيش حياة الشخص الناجح وتقرب منها. ساعتها بقى انت بنسبة كبيرة محتاج تكمل في اللي انت بتعمله. عشان ايه بقى؟ ثانية. عشان ايه؟ لان ببساطة الفترة دي هتعدي عليك كتير قوي، وهتبقى مدة طويلة للأسف. فكل اللي انا طالبه منك انك تكمل، حتى لو كل حاجة بتقول لك ما تكملش. مش كلام تحفيزي والله، بس هو ده الواقع. فاهم قصدي؟ هتبقى انت بادئ حياتك، بادئ تمشي يعني لهدف معين، كان الدنيا تمام وكل حاجة، وبتسعى تطلع خطوة ترجع لورا، تطلع خطوتين قدام ترجع خطوة لورا، طبيعي. وزي ما قلت لك فجأة هتلاقي هدفك بيبعد عنك، بيبعد، كل ما تقرب يبعد، تقرب يبعد، ترجع خطوة يبعد برضه، يقعد كل شوية هدفك يبعد 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 لحد ما يختفي، لدرجة ان هو ما يبانلوش اصلا ان انت هتعيش، فاهم؟ هتكمل الهدف ده، لان هو اختفى من قدامك، وكل حاجة بتقول لك انك مش هتوصل. انا ما اقدرش طبعا اضمن لك اقول لك انت كده هتوصل لو كملت، بس ما عليك الا الاستمرار. والاستمرارية صعبة موت، والاستمرارية اللي في الحتة ديت اللي هو لما هدفك يبدأ يختفي، كل حاجة بتقول لك انك مش توصل للحاجة اللي انت عايز توصل لها، الاستمرارية دي اصعب بكتير جدا من الاستمرارية انك تبدأ الحاجة في الاول. فاهم قصدي؟ لما بتبدأ حاجة في العموم تقعد فترة كده بتبقى مستمرة على الحاجة دي. الاستمرارية دي سهلة جدا بالمناسبة، مقارنة باللي لسه قايله لك من شوية. لما هدفك بيختفي كل حاجة بتقول لك وقف، بس انت بتقرر ما توقفش. اوقات بتبقى المفروض توقف بصراحة، بس بنسبة كبيرة انت محتاج تكمل. اعتقد كده خلاص يعني. اعتقد ممكن في اخر الفيديو احب اقول لك انك تستمر، يعني
والله زي ما بقول لك هو مش كلام تحفيزي، انا زيك. بس الفكره هي الحته ديت، كل حاجه فيها بتقول لك انك ماشي غلط ومش هتوصل لحاجه. تفضل ساعتها تعمل حاجه اسمها السيلف داوت او تشك في نفسك انك هتوصل للحاجه دي. تبدا تحس انك فاشل، تبدا تحس انك ما تستحقش الحاجه اللي انت تسعى لها، تبدا تستكتر الحاجه دي عليك من كتر ما انت اتعودت عن الهدف ما بقاش موجود. يعني الهدف بيبعد عنك لدرجه ان هو اختفى. فساعتها اللي بيقومك هو الايمان بالله، ثم الايمان بالحاجه اللي بتعملها، ثم الايمان بنفسك. يعني الايمان بنفسك ممكن يبقى في الاخر، بس اهم حاجه تبقى مؤمن بالحاجه اللي بتعملها. اعتقد كده. بس انت بس محتاج تستمر زي ما قلت لك. وانا كمان برضه يعني مش انت بس. بس تخيل كده انت وقفت مثلا في نص الطريق بعد ما اخدت الشوط ده كله، هل مثلا ممكن تروح تقول لحد تاني؟ لو قلت لحد في العموم يعني انك حاولت تسعى للهدف ده وفشلت، مفيش اي حاجه تثبت له انك حاولت، انك وقفت، فمعكش دليل انك حاولت. فلو وقفت في نص الطريق يعتبر تعبك ده كله، ما اقدرش اقول لك راح لان انت تتعلم دروس، بس اقرب الى ان يكون ملوش لازمه. فعشان كده انت محتاج انك ما توقفش في العموم يعني. ودي حاجه صعبه بالمناسبه يعني، عشان بس اللي هيقول لي الكلام سهل، ما انا عارف ان الكلام سهل، ودي حاجه صعبه جدا كمان. في اخر الفيديو، اعتقد كده الفيديو خلص. في اخر الفيديو حابب اقول لك ان انا بس بقول وجهه نظري عن تجربه، مش بقول كلام مرسل يعني. ممكن تتفق مع الكلام ده تمام، ممكن تختلف، لو مختلف قول لي مختلف في ايه، ده لو اصلا انت شفت الفيديو. فبس كده. كل ما تحس ان هدفك بعيد عنك، كل ما تحس باحساس انك عايز تستسلم وتوقف اللي انت بتعمله وتوقف كل حاجه خالص، وهيجيلك كده احساس انك ماكش لازمه يعني. للاسف لو انت بس كذا مره فاهم، معرفش انا، استمر. انا معرفش انت بتعمل ايه، بس استمر. وخصوصا لو بتمشي في طريق انت اللي عامله، يعني مش كليه او مدرسه، اللي هو طريق تاني فاهم. بس كده. انا افضل سايب الشاشه كده، يمكن اقول حاجه. اعتقد كده خلاص، مفيش حاجه ممكن تتقال. انا اعتبر في الفيديو قلت لك من وجهه نظري الاستمراريه مهمه. وليه الاستمراريه عندما ايه، ليه الاستمراريه لما كل حاجه بتقول لك وقف فانت لازم تكمل. مش عشان والله كلام تحفيزي، ومش عشان انت جامد، مش عشان انا جامد، مش عشان حاجه، وعشان ده المنطقي في الحياه. تسعى الهدف، تتفائل، بعدين تنزل تاني في وادي اليأس، بعدين تقوم طالع شوية، طالع فاهم. الطلعة دي معرفش ممكن تاخد منك يوم، أسبوع، شهر، سنة، سنتين، الله أعلم. بس ده كده في أي بيزنس أصلا، كده تلاقي البيزنس بيبقى حلو بعدين يوم واقع، يوم طالع تاني فاهم، هتقع تاني وهكذا. دي الحياة كلها كده. وبكده نكون يعني بس فاهم، مش هنهي تاني، أنا 9 مرة أنهي الفيديو، فكفاية كده بصراحة. سلام.